خوتي المغاربة، السلام عليكم. المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط أصدرت حكمها بالسجن على السي يوسف صاحب قناة أنا جيت بالسجن 4 أشهر نافذة مع غرامة مالية وصلت ل41 ألف درهم. أنا شخصيا كنت كنقول ربما الموضوع يقتصر فقط على غرامة مالية، ولكن اتضح أن الغرامة المالية ستكون مرفوقة بعقوبة سجنية وصلت ل4 أشهر. هذا الحكم هو فقط ابتدائي، مازال إن شاء الله غادي يكون الاستئناف. كنتمنى أنه في حكم الاستئناف يتم تخفيف الحكم، لأنه السي يوسف صاحب قناة أنا جيت يعني أصبح شخصية معروفة لدى المتابع المغربي، وعارفين السلوك ديالو مدى الالتزام ديالو. وقع في خطأ بحال هذا فيجب ألا يتكرر، ولكن العقوبة ما تكونش بهذا الشكل هذا. الميساج وصل لباقي الاشخاص اللي كيقوموا بالتصوير عن طريق الدرون، ولكن باش توصل ل4 أشهر يعني هذه عقوبة ديال السرقة، عقوبة ديال الضرب والجرح، يعني المسائل شوية ما كنتش كنعتقد انها توصل لهذا الحكم هذا، ولكن كنتمنى انه يتم التخفيف ديالها في الاستئناف. والتهم الموجهة اليه هو حيازة درون بدون ترخيص، وأيضا تصوير بدون ترخيص، ونشر معلومات مغلوطة حول الأوراق المغربية اللي قام بالتغطية ديالها. النص ديال الحكم ها هو قدامي، نشرته إحدى الصحف المغربية كتقول أنه قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن صاحب قناة أنا جيت الإلكترونية لمدة 4 أشهر نافذة مع فرض غرامة مالية قدرها 41 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بحيازة طائرة درون بدون ترخيص. يعني أنا كي قلت لكم في الفيديو السابق، راه بمجرد حصولك على طائرة درون خاصك تمشي تبلغ السلطات المعنية أنا أمتلك طائرة درون، باش السلطات تكون عارفة هاد الدرون شكون اللي كيمتلكها، إضافة إلى طائرة دي امتلاكك طائرة الدرون والترخيص ديال انك تمتلك هاد الطائرة. خاصك فيما تبغي تمشي تصور شي حاجة عندها علاقة بممتلكات الدولة، الوزارات، المنشآت الرياضية، المنشآت الحكومية، الفنادق، يعني هاد المسائل هادي خاصك تمشي تطلب رخصة، ويعطيوها لك. هاد الرخصة كتكون صالحة يعني لتصوير واحد. كنعتقد انا صاحب قناة انا جيت حسب الكلام ديال التعليقات اللي قريت كان يمتلك رخصة تصوير، ولكن ربما هاد رخصة التصوير تخص مرة واحدة، صالحة لمرة واحدة، هو يمكن استعملها بزاف. كان كيعتقد انه ديك الرخصة صالحة للتصوير عدة مرات، فلا، خاصك فيما تبغي تمشي تصور تطلب الترخيص، رخصة. امور ماشي بهاد السهولة هادي. اذا مجرد امتلاكك للدرون خاصك تمشي تبلغ، وملي تبغي تصور شي حوايج بحال هادو خاصك تمشي تاخد اوتوريزاسيون باش الامور ديالك قانونيا يكون ما فيهاش اشكال. حيازة طائرة درون بدون ترخيص، والتصوير داخل ملعب مولاي عبد الله دون اذن رسمي، اذا اوتوريزاسيون باش انك تصور، بالإضافة إلى نشر صور حية ومعلومات غير صحيحة دون ترخيص. كان كيقدم معلومات بدون يعني بدون تأكد من مدى صحتها. وأنا تنعقل الإخوان، والله إلا كتبت لكم في واحد المنشور في اليوتيوب، والبعض هاجمني. كنت كنقول، قلت لكم راه كنت كنتمنى فقط من هاد الناس اللي كيصوروا هاد الدرون بالدرون ما يهضروش، يعني فقط يحاولوا ينشروا الصورة مع موسيقى في الخلفية وصافي. لأنك كتكلم خصك تتكلم باش تحاول يعني تستغل أطول وقت ممكن في داخل الفيديو، وداك الكلام التلقائي والارتجال قدر بسببه ترتكب أخطاء، تعطي ارقام مغلوطه، تعطي معطيات مغلوطه، وهذا المشكل، هاد المساله هذه ممكن تسبب لك مشكل. وهذا الشيء دابا اللي رجعنا كنقولوا، والله الا كتبتها وقلتها للناس، بعض الاشخاص اللي كان ايدني، وبعض الاشخاص قال لك لا، راه كل واحد كيبغي يقدم المعلومه بالاسلوب ديالو بالطريقه ديالته. ولكن كنت انا كنشوف بغيتي تصور بالدرون بغض النظر على هذه المساله ديال الترخيص او لا ما تكونش عندك الترخيص، لانه انا شخصيا عاد بديت كنقرا على هذه المساله ديال قوانين امتلاك الدرون بالمغرب
وتصوير المنشآت، ولكن كنت كنقول صور ويعني وركز على جمالية التصوير ونسى عليك التعليق على الفيديو فقط، يعني خلي الناس تستمتع بمشاهد الأشغال وهاد المسائل. دونك علقتي على الفيديو فأنت تتحمل مسؤولية الكلام ديالك اللي قلتيه، وهذا هو الخطأ اللي وقع فيه صاحب قناة أنا جيت وأيضا أصحاب قنوات أخرى اللي من بعد ما هاد الواقعة هذه مشاو كيحذفوا الفيديوهات ديالهم. فنكملوا المقالة كتقول أنه وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يقتصر على استخدام الطائرة المسيرة بشكل غير قانوني، بل قام أيضا بنشر أخبار مغلوطة حول وضعية الأشغال بالملعب وتحديد مواعيد لإنجاز الأعمال دون الاستناد إلى مصادر رسمية، مما أدى إلى تضليل الرأي العام. وأيضا ويشد تضليل الرأي العام ويشدد على أن تداول هذه المعلومات يجب أن يتم عبر الجهات المختصة فقط. يعني هذه المعلومات هذه كلها اللي تقال ماشي المفروض أنه هو اللي يقولها، بل يجب أن تكون صادرة عن الجهات المختصة، يعني الناس المسؤولين مثلا على سونارجيس، الناس المكلفين بالأشغال، الناس ديال عمالة الرباط اللي شادين هاد الورش وأوراش أخرى، هم اللي يعطيو هاد المعطيات. فهو كان كيقدم هاد المعطيات إضافة إلى أصحاب قنوات أخرى، والبعض منها كان خاطئ. فهكا يعني المحكمة شافت المسألة ديال التهمة، خصوصا هاد التهمة الأخيرة ديال تقديم معلومات مغلوطة يعني وهاد المسألة عقدات الحكم ديالو ل 4 أشهر. وأظهرت ويأتي هذا الحكم في سياق الإجراءات المتشددة ضد الصفحات والمواقع الإخبارية الغير قانونية التي تنشر أخبار غير دقيقة أو تساهم في نشر معلومات مضللة تضر بالمجتمع. كما يعيد هذا الملف طرح النقاش حول الفوضى الإعلامية التي تواجهها بعض المنصات الرقمية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة والإعلام، خصوصا فيما يتعلق بنقل الأخبار المتعلقة بالشأن العام. وتظل الدقة والمصداقية في نقل المعلومات أمرا حيويا لتجنب التضليل وتفادي إرباك الجمهور. يعني هما قالك علاش الحكم جاب هذه الطريقة هذه. وهو من ناحية الأمور يعني الكلام صحيح، خاص دائما المعلومات تجي من المصدر ديالها، وخاص أي واحد كيقدم أخبار عبر اليوتيوب أو عبر منصات أخرى يقول دائما نقلا عن فلان الفلاني، والصفة ديال داك الفلان الفلاني شنو، واش فين كيخدم، واش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واش نائب العمدة، واش شخص في الشرطة، واش شخص في منصب حكومي. ديما يكون عنده السورس المصدر ديال المعلومة أو يستشهد بصاحب المعلومة، ماشي غير هو اللي يقولها. يعني كتقولها بوحديتك فكأنك تتحمل المسؤولية أمام الرأي العام، والرأي العام اللي كيراقبوها هما السلطات العمومية. إلى ذاك الرأي العام شافتو أنه كيستقبل منك معلومات خاطئة بدون مصدر، فهي غتولي كتهمك نتايا. يعني مثلا صاحب قناة أنا جيت لو أنه في كلامه كان كيقول حسب ما صرحه مثلا المسؤول الفلاني في سونارجيس، حسب ما صرح به نائب عمدة الدار البيضاء، عمدة الدار البيضاء كذا كذا، كيحيد على راسو واحد المسؤولية، ديك المسؤولية ديال المعلومة كيحيدها عليه لأنها ليست صادرة منه، ولكن هو ما كاينش كيقولها. إذا هنا منين نشدوه؟ فأنا يعني نصيحة مني للناس اللي كيقدموا معلومات عبر اليوتيوب أو أي منصة أخرى، دائما جيبوا السورس المصدر ديال المعلومة ديالكم باش كتحيدوا على راسكم المشاكل. والمعلومة خصها تكون من جهة رسمية، يعني رسمية، يعني كتكون كتحمل المسؤولية ديالتها أصلا في نقل المعلومة أو تصريح بالمعلومة. ف يعني هاد المسألة الكلام كله كنقولو ماشي على أساس أنه هنالك شيء ضد صاحب قناة أناجيس، أنا شخصيا كنتعاطف معاه بشكل كبير، ولكن
خاص منا الآن فصاعدا يعني الأمور تكون شوية متراقبة، يعني المعلومة تكون صحيحة. آه، كاين الإشكال ديال التصوير، دابا أغلبية الناس كانوا كيعجبهم يشوفوا كي- كيعجبهم يشوفوا الملاعب المغربية، البناء ديالها والتأهيل ديالها، وكانوا خالقين واحد الجو. ولكن كلشي تخسر. كلشي تخسر. دابا شنو، واش الدولة غادا تعطي اوتوريزاسيون لبعض الاشخاص انهم يصوروا عبر الدرون، او لا نبقاو نساينو الصفحات المواقع الالكترونية اللي عندها الترخيص انها تصور؟ يعني الموضوع ما يبقاش بحال شحال هادي مع الاسف الشديد. وصعيب انك ترضي الجميع، كل واحد عنده الموقف ديالو، كل واحد عنده الرأي ديالو. ولكن خطأ بحال هذا كنقولوا راه ريب الحفلة. بهذا الشكل، بهذا الوصف هذا. يعني ناس كانوا فلا يعني يكون غير كانوا كيصوروا ما كيهضروش شي. والله العظيم، وقلتها كي قلت لكم، لو انك فقط كنت كتصور وكتلتزم ب يعني بموسيقى في الخلفية وما كتهضرش شي، صافي الناس غتستمتع بجمالية جمالية التصوير وغادي يدوزوها لك، واخا ما كاينش رخصة، واخا هذا تقدر دوزو. لانه ما جاو اعتقلوك واتخذوا هذا الموقف حاليا، والا راه صبروا بقى المسؤولين بقاو ساكتين مده طويله. ولكن وصلوا لواحد المرحله حاسمه في التصوير في الانشاءات، وقالوا انه راه هنالك معلومات خاطئه تخرج، الامور ما خصهاش تزيد اكثر من ذلك. فحاليا كاين بعض اليوتيوبرات كيقدموا معلومات حول هذا الورش حاليا لحد الان. انا كنصحهم ما يزيدوش يهضروا بزاف في هاد الامور، لانك انت فقط يوتيوبر، تقدر تكون يعني كتهضر على حسب التصور ديالك في عمل انشائي، او لا فقط خديتي معلومه من عند شي موقع عشوائي ما، فانت تجيب راسك المشاكل. الموضوع فيه شويه ديال الريسك، فكل واحد تنتمنى انه ياخذ الحذر ديالو باش ما نوقعوش في ما نعاودوش نسمعوا هاد الاخبار من جديد. وان شاء الله كنتمنى يا ربي في الاستئناف ديال الحكم صاحب قناة أنا جيت ياخد حكم مخفف، والأمور ماشيش لغاية العقوبة الحبسية، فقط يكتفيوا بالغرامة. وإن شاء الله نسمعوا عليه أخبار الخير، ونشوفكم على خير.